بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يليق بعظمته. الحمد لله على ما وهبنا وتفضل به علينا. اللهم اهدنا بنورك وارشدنا وسدد قولنا وخطانا. نبدأ النهاردة الدرس الخامس في كورس تفسير الأحلام، وأنا الحقيقة بعتبره درس مهم جدا. لازم كل مفسر ومفسرة يكونوا على دراية به. درس النهاردة بعنوان استخدام المنطق في تفسير الأحلام. بس قبل أي حاجة صلوا على الحبيب المصطفى واعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وأي سؤال أو استفسار أنا تحت أمركم. بسم الله نبدأ درس استخدام المنطق في تفسير الأحلام. يعني إيه؟ يعني حكم عقلك في تفسير الأحلام. هديكم مثال بسيط على ده. عزباء حلمت إن أسد دخل عندها البيت وكانت فرحانة وبتلعب معاه، وعزباء تانية حلمت إن أسد برضو دخل عليها البيت وكانت خايفة منه مرعوبة. يا ترى إيه تفسير المنامين دول؟ في المثال الأول مش طبيعي إن حد يدخل عليه أسد ويفرح ويلعب معاه، إذن التفسير إنه هيكون في حد شخصية قوية هيدخل عندهم البيت، واحتمال يكون عريس ذو مركز أو منصب. طيب في المثال التاني طبيعي إن أي حد يخاف لما أسد يدخل عليه، لكن مش طبيعي إن الأسد يدخل عندك البيت، معنى دخوله كارثة. إذن ممكن نفسر إن وجود الأسد هنا بيدل على مشكلة كبيرة هتواجه الرائي. كمان قلنا قبل كده إن التفسير لازم نبص فيه أول حاجة على القرآن والسنة، يعني نستمد التفسير بتاعنا من القرآن والسنة. طبعا قلنا كده وعلى طول نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجذوم هنا هو المريض بمرض الجذام، وهو مرض معدي. رسول وصانا صلى الله عليه وسلم نفر ونجري من المريض ده، لأنه كأنك شفت أسد. طب لو عاوزين نتعمق أكتر في التفسير، إمتى نقول مشكلة وإمتى نقول مرض؟ نقول مرض لما يفر الشخص لو جري طبعا وملحقهوش الأسد، يبقى إن شاء الله هو مرض بس مش هيسيبه بدرجة كبيرة أو هينجو منه. ولو فر منه طبعا واقترب منه الأسد أو أصابه، إذن صاحب المنام ممكن لا قدر الله يمرض. إنما في حالة إنه دخل البيت وكان خايف منه، ده دليل على مشكلة، لأنه ما كانش بيجري منه أو يفر. في تحليل المنامين دول استخدمنا المنطق والحديث الشريف، وعرفنا لما حكمنا عقلنا الفرق بين الأسد اللي بنلعب معاه والأسد اللي بنخاف منه والأسد اللي بنفر منه. مثال تاني، واحدة حلمت بجدتها المتوفية إنها بتديها طبق فاكهة لكنه بايظ. معروف طبعا إن عطايا الميت في المنام كلها حلوة لأنه جاي من دار حق، لكن طبق الفاكهة البايظ ده لو أخدته في الحقيقة مش هتستفاد منه. إذن الفاكهة في المنام بتدل على رزق، وإنها تكون بايظة يبقى رزق مش هتستفاد منه. الرزق ده ممكن يكون فلوس، ممكن يكون وظيفة، ممكن يكون ورث، ممكن يكون عريس، ممكن يكون أطفال. الرزق مش بالضرورة يكون فلوس. استخدام المنطق في التفسير بيخليك تحكم عقلك مع كل رمز، وبيقولوا طلوع السلم خير وارتقاء وارتفاع للشأن، لكن لو آخر السلم فيه نار ولعة يبقى مش هينفع أبدا نقول خير. للعلم النار في المنام ممكن تكون مشكلة، وممكن تكون فتنة، وممكن تكون مرض. يبقى ما يعديش علينا الرمز ويمر مرور الكرام، لازم نقف عنده ونحكم عقلنا ونتوقف لحد هنا. وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.